سلام الله عليكم متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رسميا ممنوع الزيادة في أجور الموظفين. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش ديروا إعجاب الفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الأخبار. أصدرت وزارة المالية والاقتصاد تحذيرا جديا بشأن تزايد الضغوطات على الميزانية العامة للدولة، وركز التقرير بشكل خاص على نفقات الموظفين والتي تشكل نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، وكيف أنها تشكل تهديدا للاستقرار المالي للبلاد. وأوضح التقرير أن هذه النفقات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العقد الماضي متجاوزة 40%، وذلك بسبب عدة عوامل، منها زيادة الرواتب المتكررة نتيجة للحوار الاجتماعي. تم رفع رواتب الموظفين بشكل متتالي مما زاد من الأعباء المالية على الدولة. التوظيف المتزايد: شهدت الإدارة العامة توظيف أعداد كبيرة من الموظفين مما أدى إلى ارتفاع إجمالي في الأجور. غياب التخطيط المالي الدقيق: غالبا ما يتم اتخاذ قرارات متعلقة بالرواتب والتوظيف بشكل مفاجئ دون تخطيط مسبق، مما يزيد من الضغط على الميزانية. وفيما يخص المخاطر المترتبة على هذه الزيادات: تضخم الميزانية: تخصيص حصة كبيرة من الميزانية للأجور يقلل من القدرة على الاستثمار في القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. صعوبة تحقيق التوازن المالي: قد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى عجز مالي كبير مما يضطر الحكومة إلى الاقتراض أو زيادة الضرائب. تآكل القدرة الشرائية للمواطنين: قد يؤدي العجز المالي إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة مما يؤثر سلبا على مستوى المعيشة للمواطنين. أما فيما يخص الحلول المقترحة: تقييد التوظيف: يجب ألا يتم التوظيف إلا في الحالات الضرورية مع التركيز على الكفاءات المطلوبة. تحسين أداء الموظفين: يجب العمل على زيادة إنتاجية الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة. مراجعة هيكل الأجور: يجب إعادة النظر في هيكل الأجور لضمان العدالة والمساواة بين الموظفين وتشجيع الكفاءة والإنتاجية. تخطيط مالي دقيق: يجب وضع خطط مالية طويلة الأجل تتضمن توقعات دقيقة لنفقات الموظفين. حوار اجتماعي بناء: يجب تعزيز الحوار الاجتماعي مع النقابات والمنظمات المهنية للوصول إلى حلول توافقية.